يا مساء الخير، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده الاستريبس. بنشتريه جاهز من بره بمبلغ وقدره، تقريبا ممكن يبقى عامل مثلا 150 على حسب المكان اللي انت فيه. هنعمله مع بعض، مقرمش وخطير خطير خطير. يلا نشوف المكونات وهنعمل ايه بالظبط. عندي نص كيلو من صدور البانيه، انا متبلاها بقالها 6 ساعات تقريبا. حطيت بهارات فراخ، وحطيت معلقة صويا صوص، وحطيت معلقة خل، وحطيت فلفل اسود وبهارات وملح، وطبعا كمون، ورشة بابريكا ورشة شطة. ونقعت الفراخ بتاعتي بعد ما غسلتها في التتبيلة دي، وهقطعها معاكم بالشكل ده شرايح طويلة كده، تكون رفيعة. شايفين القطعية بتاعتها عاملة ازاي؟ بنقطع الكمية كلها بالشكل ده. شايفين التقطيعة بتاعتها بتبقى عاملة ازاي؟ بتبقى رفيعة وطويلة، وممكن تجيبي الصدر كامل على بعضه وتقطعيه زي ما انت عايزة. هتقطعيه برضو شرايح، هتبقى حلوة جدا. تحطيه بس في الفريزر بتاع نص ساعة كده يمسك نفسه، وبعد كده تقطعيه هيبقى برضو يديكي نتيجة حلوة. انا من الاول كنت جايباه بانيه على اساس ان انا كنت هعمل بانيه، بس لقيت الولاد عايزين ستريبس، فحولت الاكلة تحويل تاني خالص. انا هنا اقطع الكمية كلها. تمام. اهم حاجة ان انت تسيبيها وقت في التتبيلة بحيث ان هي تتشبع حلوة قوي. في ناس بتنقعها في لبن رايب، بتتبلها بلبن رايب وبهارات فراخ، بس انا بصراحة بفضل ان انا اتبلها بالتتبيلة دي، تديني نتيجة كويسة جدا وطعمها بيبقى حلو وبتبقى طرية، والكفر بتاعها من بره بيبقى مقرمش وحلو. طيب انا هنا بقى هغسل بس الحاجات دي الكمية بتاعتي كلها هفضيها بس في طبق كده. والتتبيلة اللي باقية دي انا محتاجاها، هقول لكم هنستخدمها في ايه تاني. هنا بقى انا بجيب دقيق، عندي 4 معالق دقيق كبار. هفضي الدقيق اللي عندي في الطبق، وهحط 4 معالق من النشا، وعليهم معلقة بهارات وملح، بهارات فراخ وملح، فلفل اسود وكمون ورشة شطة، ونص معلقة من البودر، بيكنج باودر. ده الخليط اللي هعمل بيه الكفر الخارجي بتاع الفراخ. مش هنعمل بيض وبقسماط والجو ده خالص، احنا هنعمل دقيق بس هنعمله بطريقة ان هو يدي قرمشة ويبقى كريسبي. هقلب المكونات دي كلها مع بعضها بالشكل ده. تمام كده، اتقلب كويس جدا. يلا نشوف بقى الخطوة الجاية هنعمل ايه. هبدأ بقى ان انا ابطن الفراخ بتاعتي بالدقيق، وبعدين ارجعها في التتبيلة اللي انا كنت سايباها على جنب، اللي هي كان منقوع فيها الفراخ، وهرجع تاني احطها في الدقيق وابطنها بس كويس جدا، وهركنها على جنب لحد ما اخلص باقي الكمية بنفس الطريقة. انا بكمل كده الكمية اللي عندي كلها. بعد كده حطيت طاسة فيها زيت سخن، سخنت الزيت، وهبدأ احط البانيه معايا بالشكل ده، الستريبس بتاعنا، وهحمره لحد ما ياخد اللون المطلوب اللي انا محتاجاه.
ما تقلبيش خالص غير لما يبدأ لونه يتغير معاكي، لان هي الطبقة اللي هي الكفر الخارجي هيلزق وهتلاقيها قشرت وشكلها بقى حاجة تانية خالص وطريت منك، فما تقلبيش غير لما تبدأ تاخد لون كده. انا هنا بقى هطلع الفراخ بتاعتي على شبكة علشان تصفي الزيت كويس. لو طلعتيها على مناديل هتلاقيها طريت، لو طلعتيها على طبق هتلاقيها طريت منك. فافضل حاجة ان انت تطلعيها على شبكة عشان خاطر يوصلها تهوية من فوق ومن تحت، وفي نفس الوقت تصفي الزيت كويس. انا هنا هكمل باقي الكمية كمان اللي عندي. كده خدت اللون اللي انا عايزاه، حلوة قوي مقرمشة وطعمها جميل جدا. الاكلات دي صدقوني يا جماعة انا عايزة اقول ان ده نص كيلو بانيه عمل معايا طبق بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة بيفرد شوية، يعني ممكن يكفي تشيلي منه كمان في الفريزر، يعني تعملي منه على اكلة يوم وتشيلي. انا كده في الطبق ده نص الكمية زي ما انتوا شايفين كده، مقرمشة وجميلة جميلة جميلة، وطعمها فعلا حلو ومش مكلفة خالص. زي ما انتوا شايفين عملناها مخدتش وقت ولا خدت مجهود ولا اي حاجة. يا رب يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.